سمية الألفي اتدفن وابنها مش موجود. أحمد الفيشاوي مش هيحضر تشييع جنازة والدته، مش هيلحق يجي بسبب إنه في أمريكا من كذا يوم، وكان عامل حسابه يقضي إجازة النيوير هناك، بس الأكيد إنه كده مش هيلحق وهيرجع مصر عشان ياخد عزاها. وأكيد أحمد قلبه تعبه بسبب إنه مش هيعرف يودعها. إن لله وإنا إليه راجعون. الفنانة القديرة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 من ديسمبر 2025 عن عمر نحو 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. 100 أبرز أعمالها: ليالي الحلمية، الراية البيضاء، بوابة الحلواني، العطار، والسبع بنات علي بيه، مظهر، و40 حرامي دماء بعد منتصف الليل. مع المرض بدأت معاناتها الصحية في عام 2017 إثر إصابتها بمرض السرطان ورم النادر، مما تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية. خضعت لأكثر من 7 عمليات جراحية دقيقة في مصر وألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا. في عام 2022 كشفت عن خضوعها لعمليات استئصال أورام خبيثة في الثدي والغدد الليمفاوية، واستمرت في جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وأعلنت في عام 2023 تعافيها. لكن المرض عاد مرة أخرى في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية حتى وفاتها. آخر ظهور لها ظهرت لآخر مرة علناً في أكتوبر 2025 وهي تزور موقع تصوير فيلم سفاح التجمع دعماً لنجلها أحمد الفيشاوي. توفيت صباح 20 من ديسمبر 2025 في مستشفى بمنطقة المهندسين الجيزة بعد وعكة صحية، وتم وضعها على أجهزة طبية قبل رحيلها. تقام صلاة الجنازة عصر اليوم السبت في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. سمات في شخصيتها ومسيرتها: كانت تعرف بأدائها الهادئ والقدرة على تجسيد أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما. أحبها الجمهور لصدق الأداء وطبيعتها القريبة من المشاهد. حرصت دائما على الاستقلالية والخصوصية رغم شهرتها، وبقيت شخصية محبوبة ومتألقة حتى النهاية. ما تنسوش لايك وسبسكريب لكل ما هو جديد لحضرتكم. شكرا للدعم.